رب العالمين انا بطل فلسطين 7 سنوات على التوالي بالوزن المفتوح كيك بوكسينج وموي تاي. جبت مركز ثالث على العالم الاسلامي بدورة العاب التضامن الاسلامي بسنة 2022 الحمد لله رب العالمين. اخذت بطولة العالم للموي تاي بتايلاند سنة 2023 بطل عالم الحمد لله. واخر مشاركه كانت لي طبعا غير المشاركات المحليه والمشاركات الداخليه، اخر مشاركه كانت لي بتركيا كانت بجزيره يولوفا ببطوله ليله المحاربين الحمد لله رب العالمين. كانت اول تجربه احتراف لي والحمد لله رب العالمين كانت موفقه بغض النظر عن طول الخصم ووزنه واحترافه انه له بطولات قبل، وكانت انا اول بطوله لي بس الحمد لله رب العالمين فزت بالضرب القاضي بالجوله الثالثه وكان انجاز مشرف الحمد لله رب العالمين. انا بفخر فيه وكل القدس وفلسطين بتفخر فيه وان شاء الله مستمرين والقادم اعظم ان شاء الله. احنا هون بنعكس الصوره انه فيش شيء مستحيل، اي شيء بدنا اياه رح نوصل ان شاء الله، وشعارنا دائما سنكون يوما ما نريد، نحب الحياه ما استطعنا اليه سبيلا. طبعا الضغوطات اللي نواجهها بالقدس من مخالفات من هدم، وطبعا اليوم انا بدي اوصل عند اهلي ما عرفتش اوصل من الهدم اللي صار بحي البستان اليوم 16/12 كان في هدم 9 منشات 9 منازل بحي البستان منهم منزل صديقي الله يكون بعونه. طب هاي الاشي انا بأثر سلبيا على نفسيتي. انا زي ما حكيت انا مش حبي يعني لهالرياضه حبي الكبير، بس انه هون انا المكان اللي برتاح فيه. انا لما ضغوطاتي كلها بفرغها هون، انا لما باجي بلعب هون الواحد بحس حاله بتفشش، بيجي بتفشش الطاقه السلبيه كلها بتحول لطاقه ايجابيه. طبعا البطولات هاي بتشجع الطلاب من ناحيه تشجيعيه. الطلاب اليوم ما بيلجأ للرياضه انه بس عشان يلعب رياضه، بيشوف انه في بطولات في انجازات. طبعا الافلام السينمائيه الحلوه تبعت الرياضه جذبت الناس. المباريات الكبيره زي مثلا اللي صارت بين مايك تايسون وجاك بول اليوم الناس صارت يعني خلينا نحكي من 2018 لما الناس حضرت لعبه حبيبي كونر صاروا يحبوا الرياضه، بس الناس بدها بطولات. طبعا انا ما بقدر ابعدك انه انت تصير بطل في شهر او تصير بروسلي، في ناس هيك بتفكر انه بيوم وليله بتصير، بس هي بدها مده. طبعا انا اول شيء بهدي الفوز لعائلتي لوالدتي ولوالدي ولاخوتي كلهم بيشجعوني، لزوجتي تحملت ضغط التدريب وتحملت ضغط الشغل وتحملت الليالي الطويله اللي بغيب عنها. اولادي بمرضوا لما اسافر لانهم متعلقين فيي، طبعا اولادي دائما ملازميني بالتدريب بيجوا معي على النادي. انا ان شاء الله مستمر معهم لاشوفهم ابطال. الفيديو اللي ورجتني يا زوجتي اولادي بيحضروا اللعبه وبيشجعوا فيي وابوي راح يفوز وابوي راح اكيد يفوز، هذا كان له اثر كثير باللعبه هاي. انا انبسطت لانبساطهم لفرحه اهلي فرحه اخوتي فرحه ناسي. انا اليوم طلابي واهالي طلابي بيشوفوني بالشارع اصدقائي بكفي فرحه مدربي والفخر اللي المدرب يتعبه ما راحش خساره. انا اول شيء الحلبة سويته لما رفعوا ايدي عبطت مدربي وبصته على راسه لانه هذا الانسان ما قصر معنا وكان معنا بكل خطوه. طبعا انا رسالتي من هون من فريق نمور القدس بقياده الماستر خالد عليان. مصر خالد عليان تعب كثير مع الابطال وعنده ابطال وعنده نخبه مقدسيه منيحه. بناشد المؤسسات الوطنيه والمؤسسات الفلسطينيه انها تدعم الابطال وما تقصر معهم. احنا اول شيء نشتغل لمصلحه الوطن ولاسم فلسطين بالنهايه ولاسم القدس. طبعا احنا فخورين سواء مثلناها على حسابنا الشخصي او حتى عنا، بس احنا الحمد لله رب العالمين راح نضل مستمرين ورسالتنا راح تضل واضحه سواء حدا وقف معنا او ما حداش وقف معنا مستمرين. اليوم انا عندي فريق نمر القدس للكيك بوكس والموي تاي. احنا بنمارس اللعبه هاي ما يقارب فوق ال 20 عام. الحمد لله الفضل لله. اليوم احنا عم نحقق انجازات على مستوى محلي على مستوى فلسطين وعلى مستوى عرب وعلى مستوى دولي. من اسبوع كنا في بطوله في تركيا بطوله احترافيه، وكان عندنا البطل مصطفى شرف جاب حزام البطوله في وزن المفتوح، وعده ابطال جابوا مراكز اولى. طبعا لعبوا على ميداليات وحققوا مراكز مميزه بفضل الله. احنا صراحه بالقدس بنعاني من الدعم المادي، بنعاني من انه مش عارفين صراحه احنا وين موجودين، مين الداعم، مين مسؤول عننا، مين اللي بيدعم الرياضه حقيقه. للاسف اليوم بالقدس مهمشه، ما في دعم حقيقي، ما في اهتمام بالرياضه زي ما لازم. عندنا خامات جدا ممتازه، عندنا ابطال، عندنا روح قتال، عندنا شباب حابه تصير وحابه تتطور، ولكن للاسف انا عندي شباب يعني عده مرات سافروا على حسابهم الشخصي، المره الثانيه او المره الثالثه يقول لك كابتن انا متاسف ما بقدرش اطلع، يعني وضعي المادي ما بيسمح لي. للاسف ليش؟ انه ما في دعم، ما في دعم حقيقي وما في اهتمام حقيقي خاصه بالالعاب الفرديه زي لعبتنا، لعبه قتاليه لعبه فرديه. انا بحكي مع احترامي للالعاب الجماعيه زي كره القدم زي كره السله، كل احترامي لهم، ولكن
قد ما يتطور وقد ما يصير في لها دعم ما راح تكون مميزه زي الالعاب الفرديه، الالعاب الفرديه اقل تكلفه، وممكن اذا اهتمينا في لاعب او في اثنين او في ثلاث لاعبين اعطيناهم اهتمام وسوينا لهم برنامج تدريب ومعسكرات تدريبيه يعرفوا العالم كله عن فلسطين.